يا مساء الجمال. فيلمنا بيبدأ مع ولد اسمه توبي، وبنشوفه وهو بيلعب على التليفون بتاعه، وبيجي باباه ويطلب منه يساعده في تصليح العربية بتاعته. فتوبي بيقول له انه مشغول دلوقتي ولما يخلص هيجي يساعده. فبيخرج بابا توبي وبيصلح العربية لوحده. وقتها بيتفاجئ باتنين حرامية بيضربوه بالسكينة ويسرقوا العربية ويجروا. في نفس الوقت توبي بيسمع صوت خبط، فبيطلع يشوف ايه اللي بيحصل. فبيتفاجئ بباباه واقع على الأرض وبيطلع في الروح. واللي حصل ده خلى توبي يتصدم صدمة كبيرة، وحالته النفسية بتسوء كل يوم زيادة لحد ما بيدخل في حالة اكتئاب. وعشان كده الدكتورة النفسية بتاعته اقترحت عليه ينضم لجلسات جماعية للتأهيل النفسي. وبتكون المشرفة على المجموعة دي وعلاجهم النفسي دكتورة اسمها كاي، اللي بتقولك إنهم جربوا أنواع كتير من العلاج لحد ما وصلوا لطريقة حديثة، وهي إن كل واحد من المجموعة هيعيش لوحده على جزيرة مهجورة لمدة 3 أيام ب3 ليالي. والتجربة دي هتساعدهم يسترخوا ويريحوا نفسيتهم وسط الطبيعة، وكمان هتساعدهم يعتمدوا على نفسهم. وكل واحد فيهم هيكون معاه خيمة وكشاف ومشاعل ضوئية، وكمان أكل وشرب يكفيه 3 أيام. وتاني يوم بتوصل كل واحد للجزيرة بتاعته. وبعد ما وصلت توبي بتقوله يقابلها في نفس المكان بعد 3 أيام ساعة الفجر، وطلبت منه يسترخي ويستمتع بجمال الطبيعة في الكام يوم دول. وبعد ما بتمشي بيبدأ ينصب الخيمة بتاعته ويحط فيها الأكل والمستلزمات اللي معاه، وبيدخل الغابة عشان يجمع حطب ويولع نار. لكنه لما بيرجع بيشوف قرد موجود في الخيمة، وبيتفاجئ إنه أكل الأكل اللي كان معاه واللي المفروض إنه هيكفيه 3 أيام. فبيقرر يقعد جنب الخيمة ويولع نار، وبعد محاولات كتير ما بيقدرش يولع النار. فبيزهق وبيحاول يدور على أي حاجة تساعده، فبيدوس على مجموعة أصداف ورجله بتتعور. بعدها بيلاقي عدسة صغيرة موجودة على الشط، فبيستخدمها في تجميع الضوء عشان يولع نار. وبالليل فعلا بيولع نار، لكنه بيبقى جعان جدا، فبيدخل تاني جوه الغابة عشان يدور على حاجة ياكلها، وبيلاقي ثمار جوز هند في الأرض. ساعتها بيسمع صوت خطوات بتمشي حواليه، وبيتفاجئ بحد واقف وسط الضلمة ولابس قناع مخيف. فبيترعب ويرجع الخيمة بتاعته بسرعة. وتاني يوم بيصحى يلاقي جوز الهند موجود جنبه ومفتوح. وبعد ما بيشرب ويملى بطنه بيستغرب ويسأل نفسه مين اللي جاب له جوز الهند هنا. ساعتها بيشوف بنت جميلة موجودة في البحر، ولما مشيت فضل ماشي وراها لحد ما دخلت الغابة، وبيشوفها وهي بتصطاد حيوان بري. فبيتكلم معاها وبيسألها إذا كان في مدينة قريبة من الجزيرة، وبيقول لها إنه جعان وعايز ياكل. فالبنت بتعرض عليه ياكل معاها. وبعدين توبي بيحاول يعرف منها سبب وجودها في الجزيرة، لكنها بتفضل ساكتة. وبعد ما بيخلصوا أكل بتسيبه وتمشي. ولما بيحاول يروح وراها بتطلب منه يرجع الخيمة بتاعته ويولع نار، لأن الجزيرة مليانة بالتعابين السامة، والنار هي الحاجة الوحيدة اللي هتحميه. ساعتها توبي بيسألها عن اسمها، فبتقوله إن اسمها مادلين وبتسيبه وتمشي. فبيسمع كلامها وبيرجع خيمته ويولع نار، لكنه طول الليل بيبقى سامع خطوات حواليه، وكان حاسس إن في حد بيراقبه. وتاني يوم بيصحى يلاقي مادلين بتحضر له الأكل، فبيقعدوا يفطروا سوا. وبعد كده بيروحوا يتمشوا في الجزيرة، وبتحكي له مادلين إنها عايشة في الجزيرة دي من وهي صغيرة، وكانت عايشة مع باباها ومامتها، لكن باباها مات وهي عايشة دلوقتي مع مامتها لوحدهم. وبعدها توبي بيعلمها ازاي تنصب خيمة، وهي بتعلمه ازاي يصطاد سمك من البحر. وبيقضوا باقي اليوم سوا وبيبقوا معجبين ببعض جدا. وبالليل مادلين بتسيبه وبترجع، فتوبي كان عايز يروح معاها، لكنها قالت له ان مامتها مش سهلة ولو شافته معاها هتقتله، وطلبت منه يستناها على الشط وهي هتقابله بكرة. لكن هو قال لها انه مش هيبقى موجود تاني يوم لان المشرفة بتاعته هتاخده. فمادلين اتعصبت عليه جدا عشان هو هيسيبها ويمشي، وبتسيبه وتدخل جوه الغابة. وفي وقت الفجر بنشوف كاي وصلت على الشط زي ما اتفقت مع توبي، لكنها مش بتلاقيه. فبتقلق عليه وبتقرر تدخل الغابة وتدور عليه بنفسها بالكشاف. ساعتها بتتكعبل وتقع على الأرض، والكشاف بيقع من إيديها. وبعدها بتسمع أصوات خطوات ماشية حواليها في الضلمة، وبتتفاجئ بحد ماسك الكشاف وموجهه ناحيتها. وفي الأول كانت مفكرة توبي، فبتطلب منه يبطل هزار ويجي معاها لأن مفيش وقت. بس اللي حصل إن الشخص ده بيوقع الكشاف في الأرض، ولما بتمد إيديها عشان تاخده بتشوف إيد كائن غريب بيسحبها في الغابة، وبنعرف بعد كده إنها ماتت. وتاني يوم بنعرف إن توبي لسه صاحي وراحت عليه نومة، وبيبقى متضايق جدا عشان فوت ميعاده مع كاي. ساعتها بيشوف مركب غرقانة على الشط، ولما بيروح ناحيتها بيتفاجئ بست شكلها غريب مجمعة حاجات في شنطتها وخارجة من المركب المقلوب، ودخلت جوه الغابة. فبيدخل جوه المركب عشان يعرف ايه الحكاية، فبيتفاجئ بجثة كاي مقتولة.
فبيستنتج إن الست اللي شافتها هي مامة مادلين وإن هي اللي قتلت المشرفة بتاعته. فبيدخل جوه الغابة عشان يحذر مادلين من مامتها، ومشى من نفس الطريق اللي مادلين كانت بتمشيه منه لحد ما بيلاقي كهف، ولما بيدخل جوه منه عشان يدور عليها بيلاقي طقوس ورسومات غريبة جوه الكهف، وما كانش فاهم ايه معنى الرسومات دي. فبيخرج بره الكهف، وقتها بيشوف مامة مادلين وهي بتصطاد في الغابة، فبيستخبى منها ويهرب من المكان قبل ما تشوفه، وبيوصل للبيت اللي مادلين ومامتها عايشين فيه، لكنه بيتفاجئ بيهم رجعوا البيت، فبيستخبى منهم. وبيسمع مامة مادلين وهي بتقول إنها قالت مليون مرة لو شافت حد غريب على الجزيرة ما تتكلمش معاه وتيجي تقول لها على طول. وأول ما مامتها مشيت توبي طلع لمادلين وحاول يتكلم معاها، فطلبت منه يروح بسرعة على الشط وهي هتقابله هناك. فصاحبنا بيروح على الشط وبدأ يصنع مجموعة أفخاخ عشان لو مامة مادلين قربت منه يحمي نفسه منها. بعدها مادلين بتقابله وبتبقى فرحانة إن هو ما مشاش وسابها، لكن هو بيحكي لها إنه راحت عليه نومة. ولما صحى لقى المركب بتاعة المشرفة مقلوبة ومامتها خارجة من المركب، ولما دخل لقى المشرفة مقتولة، واستنتج إن مامتها هي اللي عملت كده. فمادلين حكيت له إنها كانت عايشة مع باباها ومامتها على الجزيرة وكانت بتحب باباها جدا، لكن صحيت في يوم لقيته مقتول، ومامتها رفضت تحكي لها عن اللي حصل، لكن هي متأكدة إن مامتها هي اللي قتلته. فتوبي قال لها إنه أكيد في حد بيدور عليه دلوقتي وهيطلعها من الجزيرة، ووعدها إنه هياخدها معاه ويحميها من مامتها، وبيطلب منها ترجع دلوقتي عشان مامتها ما تحسش بحاجة. وتاني يوم بيصحى على صوت طيارة معدية فوق الجزيرة، فبيحاول يشاور لها لكن من غير فايدة. وقتها بيشوف منارة قديمة موجودة وسط الغابة، فبيروح يستكشف المنارة دي ويحاول يشغلها عشان تدي إشارة للمراكب اللي في المحيط، لكنه بيفشل في تشغيلها وبيكتشف إنها محتاجة بنزين عشان تنور. فبيرجع تاني على الخيمة بتاعته، وفي الطريق بيتفاجئ بكاميرون صاحبه واللي كان معاه في مجموعة العلاج النفسي. فكاميرون بيقوله إنه كان على جزيرة قريبة من الجزيرة دي، وفضل مستني المشرفة فترة طويلة عشان تيجي وتاخده، لكن من غير فايدة. فلقى مركب صغيرة وقرر يركبها ويجي الجزيرة دي. فتوبي بيحكي له على كل حاجة شافها في الجزيرة. وقتها كاميرون بيخاف وبيطلب منه يرجع للجزيرة اللي هو جه منها، لكن توبي بيقوله إنه مش هيتخلى عن مادلين وإنه وعدها ينقذها من مامتها، وسابه وراح يدور على مادلين في بيتها، لكن مامة مادلين بتشوفه هناك، فبيهرب منها وبيطلع يجري وهي بتفضل تطارده لحد ما بيوصل للأفخاخ اللي كان نصيبها، وبتقع مامة مادلين في واحد منهم وبيدخل في بطنها غصن شجرة كبير. وقبل ما بتموت توبي بيسألها عن السبب اللي خلاها تقتل بابا مادلين وكاي، والصدمة لما قالت له إنها ما قتلتش حد، وبدأت تحكي له إنها كانت عايشة هي وجوزها ومادلين في سعادة مع السكان الأصليين للجزيرة، والسكان دول كانوا بيعملوا طقوس شيطانية غريبة. وفي يوم مادلين وقفت في وسط الطقوس دي، فدخل جوه جسمها شيطان فقتلت باباها وسكان الجزيرة كلهم، ومن ساعتها وهم عايشين على الجزيرة لوحدهم. وبعدها ادت له نوع من النباتات وطلبت منه يدي النباتات دي لمادلين لو اتحولت لوحش عشان يقدر يسيطر عليها، ولو معرفش يسلط على وشها أي ضوء لأن الشيطان اللي جواها بيخاف من النور، وأهم حاجة إنه ما يسمح لهاش بالخروج بره الجزيرة عشان ما تأذيش حد تاني. وبعدها ماتت. في نفس الوقت كاميرون كان قاعد مستني توبي، لكن مادلين بتهجم عليه وهي في هيئة الوحش وبتسحبه جوه الغابة، ولما توبي بيوصل ما بيلاقيش صاحبه، وبيتفاجئ بمادلين بتقرب منه وهي في هيئة الوحش، لكن لما بتوصل للنور بترجع طبيعية وبتبقى ماسكة جثة مامتها في ايديها، وبتسأل توبي ايه اللي حصل، فبيقول لها انه قتل مامتها عشان يحميها منها ومن شرها. فبتفرح البنت جدا عشان هتخرج معاه من الجزيرة، لكن توبي بيبقى مرعوب منها وبيحاول يوصل للنباتات اللي مامتها عطتها له عشان يسيطر عليها. فمادلين بتاخد بالها وبتتحول وبتهجم عليه، بس توبي بيقدر يضربها ويحط النباتات في بقها. وبعدها بيروح بيت مادلين وبياخد من هناك جيركن بنزين كان شايفه هو مستخبي، وراح على المنارة وشغلها وفضل مستني أي مركب تعدي وتشوفه. في نفس الوقت مادلين فاقت وبتروح لتوبي عند المنارة وهي في هيئة الوحش وبتحاول تخنقه وكانت هتموته، لكن توبي بيقدر يمسك جزء من مراية مكسورة ويعكس نور المنارة في وشها، وبعدها بيستخدم الباقي من البنزين ويولع في المنارة ويحاصر مادلين جواها، وبعدها بيهرب ويرجع تاني للشط. فبيشوف غفر السواحل قريب من الجزيرة فبيعوم ناحية المركب بتاعته، لكن المفاجأة إن مادلين بتبقى لسه عايشة وبتهجم عليه. وفي النهاية بنشوف مادلين وهي راكبة المركب وبتبعد عن الجزيرة، وده بعد ما خلصت على توبي وكل اللي موجودين هناك. وكده يخلص فيلمنا. ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. باي.